السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في مطبخ مع عبد الملك مع وصفة جديدة وفيديو جديد. ان شاء الله راح نقدم معاكم كما راكم تشوفوا معايا خبز النان الباكستاني. هذه الوصفة باكستانية راح نديرها فرينة القمح الكامل، وراح يجيكم بنين بزاف وفي نفس الوقت يجي صحي. تقدروا تقدموه طبيعي، يعني ما ديروا فيه والو، كما تقدروا ديروا الزبدة دايبة مع المعدنوس، راح يجيكم بنين بزاف. ولا هنا اخواتي بلا ما نطول عليكم راح نروح مباشرة لطريقة التحضير، وراح نخلي ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. لهنا كما راكم تشوفوا معايا عندي 3 كيسان فرينة القمح الكامل، عندي مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز، مغرف صغيرة تاع السكر، ربع كاس تاع الزيت، من الأحسن تكون زيت الزيتون ولا زيت نباتية، مغرف صغيرة تاع ملح، وراح نلم العجينة تاعي بالماء دافي، عفوا الحليب دافي، ولا تقدروا ديروا الياغورت الطبيعي، ديروا علبة تاع ياغورت الطبيعي وتلموا بالماء دافي. في بلاصة الحليب ديروا الماء دافي. لهنا خصني راح نزيد الحليب. ردوا بالكم الحليب لازم يكون دافي، ما يكون بارد ما يكون سخون بزاف، باش الخبز تاعكم يخمر لكم. لهنا راح نغطي العجينة. لان كيما راكم شفتوا معايا يعني ما عجنتها ما ولو، لميتها برك وراح نخليها تريح، يعني قد ما يتضاعف الحجم تاعها. انا لهنا خليتها تقريبا ساعة وعاودت رجعت لها. ولهنا راح نعجنها شوية، يعني نعجنها غير شوية برك كما راكم تشوفوا، يعني راهي تلصق، مازالها تلصق في اليدين. راح نحطها على طاولة العمل، راح نعجنها باش يعني ما توليش تلصق لي بهذه الطريقة، يعني غير شوية برك. ولا راح نقسمها، نديرها كريات تقريبا نفس الحجم. انا هاد المقادير عطاتني 8 تاع كريات. راح نحطهم على طاولة العمل، نرشهم شوية برك بالفارينة، وراح نغطيهم ونخليهم حوالي هكاك نصف ساعة، وراح نرجع لكم ان شاء الله. الا هنا بعد ما فاتت نصف ساعة راح نبدأ نفتح فيهم بهالطريقة، وراح نديرلهم في الوسط واحدة تاع جبن، اي جبن عندكم، الاحسن يكون هذا الجبن الابيض. وراح نغلق الخبزة تاعي بهذه الطريقة، راح نسقمها مليح ونحطها على جانب. نحطها يعني باش العجينة زيت تنطلق شوية باش نفتحهم، يعني نزيد نخليهم بعد ما ندير هذه الطريقة راح نزيد نخليهم حوالي ربع ساعة هكاك، قسمة الطاجين تاعنا يسخن ونعاودو نرجع لهم. لهنا تاني هذه الخبزة الثانية. تحبوا ديروا الخبزة تاعكم صغار على هذا، يعني كل واحد كيفاش يحب الحجم تاع الخبزة تاعو. لهنا راح نكملهم كامل وراح نخليهم قلنا حوالي ربع ساعة هكاك، نغطيهم ونخليهم ربع ساعة.
راح نوجد الطاجين تاعي نحطو يسخن ونبدا نفتح فيهم مباشرة ونطيب فيهم. لهنا بعد ما كملتهم نخليهم يزيدوا قلنا من ربع ساعة هكاك حتى 20 دقيقة. ولهنا بعد الطاجين تاعي ما سخن راح نبدا نطيب فيهم بالوحدة. ندير برك شوية فرينة باش ما تلصقليش. فوالا نبدا نفتح فيهم، ما ديروهمش رقاق بزاف وما ديروهمش تاني خشان بزاف. هذوك نوري لكم السمك تاعهم. شوفوا يعني لهنا كيفاش فتحتهم. راح نبدا نحط فيهم على الطاجين ونطيبهم. لهنا كما راكم تشوفوا عيني منقساه كامل في الفرن. وشوفوا لهنا يعني تبدا تنتفخ. راح نقلبها قبل ما تطيب، يعني الجهه التحتانيه تبقاو تقلبوا فيها حتى تنتفخ مليح. كما راكم تشوفوا معايا مازال ما طابت ليش. اقلبتها راح نزيد نقلبها على الجهه الاخرى. كما راكم تشوفوا كيفاش تنتفخ، يعني تجي فارغه من الداخل. لهنا راح نضغط عليها بهذه الطريقه باش تكمل كامل تنتفخ لي من الداخل. يعني راح يجي خبز هايل، يعني ما تقدروا ديروه محشي، تقدروا ديروه يعني ينتكل تاني هكاك يعني طبيعي. كما راكم تشوفوا. شوفوا الخبزات بعد ما كملتهم. لهنا راح نذوب حوالي ملعقة كبيرة تاع زبدة مع شوية معدنوس، وديروه معاهم سنة تاع الثوم ولا الثوم المجفف شوية برك. يعني هذه المرحلة اختيارية، يعني اللي حب يديرها تقدروا ما تديروهاش تستغناو عليها. ولا هنا كما راكم تشوفوا معايا بعد ما ذابت هذيك الزبدة راح ندير لها شوية تاع معدنوس، نقليه شوية برك مع هذيك الزبدة ونطفي عليه. بعد ما نطفي عليه انا راح نزيد نضيف له شوية زيت الزيتون. نتوما كيما حبيتو، يعني لا حبيتو البنة تاع زيت الزيتون زيدوا شوية. ولا هنا كيما راكم تشوفوا معايا راح ندير في الخبزة تاعي من الفوق. الا هنا كيما راكم تشوفوا معايا تقدروا تقدموه بهذه الطريقة تاني. ولا هنا نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الخبز اللي حضرته لكم اليوم. خبز صحي ويجي بنين بزاف. ولا عجبتكم الوصفة تاعنا اليوم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وزر الاعجاب. والسلام عليكم.